أعلن نادي الزمالك عن تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبينتزا خلال الساعات القليلة الماضية. وأرسل نادي الزمالك تذاكر الطيران إلى اللاعب تمهيداً لحضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفريق. وكان الزمالك قد أعلن مؤخراً عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة 4 مواسم. كما سبق وأعلن الزمالك عن تعاقده مع المغربي محمود بن تايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب. وبات بوبينزا لاعبا حرا بعدما فسخ تعاقده مع سينسيناتي الأمريكي. اللاعب الجابوني صاحب 28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر. وبدأ بوبينزا مشواره في مونانا الجابوني، ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا، ثم انتقل إلى فيرنسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي. وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية، الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي، وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده. وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 آخرين. ويملك بوبينزا 29 مباراة مع منتخب الجابون، سجل خلالهم 5 أهداف.